الساعة 1 الظهر. التوقيت ده بالذات في مكة بيكون مليان بهدوء غريب. الشمس في وسط السماء، صوت الأذان لسه بيرن في الودان. الشوارع اللي حوالين الحرم بدأت تهدى لأن الكل خلاص دخل جوه ساحات الصلاة. لكن جوه المبنى ده في حي أجياد السد السكينة ما كانتش طبيعية، كانت هدوء الموت اللي بيستعد يلتهم أي حاجة وكل حاجة. وفجأة ومن غير أي مقدمات الصوت المرعب بدأ. مش صوت انفجار، لأ، ده صوت صراخ الخرسانة. الحديد بدأ يتهز ويتشرخ، الجدران بدأت تطلع صوت يشبه صوت طقطقة عظام بشرية. وفي ثواني قليلة المبنى الضخم اللي متكون من 7 أدوار، اللي مليانة بأرواح ناس جاية من آخر الدنيا عشان تلاقي الأمان، قرر إنه يتخلى عن جاذبيته. المبنى اتمسح من على الأرض، 7 أدوار انضغطوا في أقل من دقيقة وبقوا بارتفاع دورين بس. التراب غطى عين الشمس، أصوات الاستغاثة بدأت تطلع من تحت الأنقاض، أصوات بتدور على الهوا اللي اختفى فجأة. السلام عليكم، أهلا بيكم في ملف فندق الحجاج بأجياد. الكارثة اللي غابت عن العيون، الرعب الحقيقي اللي ما كانش وراه لا جن ولا شبح، بس كان وراه وحش أخطر بكتير، الجشع البشري. وعلشان نفهم الغموض اللي بيحيط بالملف ده لازم نفتح الدفاتر الرسمية القديمة، الدفاتر اللي ورقها اصفر لكن الحبر اللي فيها لسه بينزف حقائق. الاثنين 25 ربيع الآخر سنة 1406 هجرية، والموافق 6 يناير 1986 ميلادية. الساعة 1 الظهر بالتمام والكمال. عمارة بناجة، أو اللي بتتعرف وقتها بعمارة الأشراف، بحي أجياد السد، على بعد خطوات من بيت الله الحرام. كنا في موسم الركبية والعمرة. المبنى اتأجر بالكامل، مليان ببعثات معتمرين من مصر ودول المغرب العربي، وكمان كان فيه جنسيات آسيوية. الوثائق الرسمية بتقول إن في اللحظة دي العمارة انهارت بانهيار اسمه قسي مفاجئ، يعني الأعمدة لا مالت ولا تهزت، اتقطعت كأنها ورق أو كأن حد قصها بمقص. التحقيقات الرسمية اللي أمرت بيها السلطات فوراً وشكلت ليها لجنة عليا كشفت عن تقارير هندسية بتخوف. التقارير أثبتت إن المبنى أصلاً ما كانش فندق مصمم عشان يشيل الأوزان دي كانت بناية عادية بدأت تتعدل وتتوسع رغبة في زيادة الاستيعاب. الورق الرسمي بيقول إن الأحمال الفائقة مع غياب كامل للمواصفات الهندسية في الصيانة وتوزيع الأحمال حولت المبنى لقنبلة موقوتة كانت مستنية بس تكة عشان تنفجر. الضحايا، الأرقام الرسمية اتكلمت عن أكتر من 100 قتيل ومئات المصابين، لكن الرقم ده وراه تفاصيل إنسانية مرعبة. ناس اتدفنت وهي صحية، وناس تانية نجت لمجرد إنها اتأخرت في الحرم 5 دقايق بس عشان تسبح. هنا بقى بيجي دور المحققين. لما تيجي تقرأ السطور والوثائق دي بعينين بتدور على التفاصيل المهملة، هتكتشف إن الكارثة دي ما كانتش مجرد حادثة هندسية، دي كانت جريمة كاملة الأركان. الأشباح فيها هم اللي بنوها. تعالوا كده نفكك اللغز ده ونشوف التناقضات والأسئلة اللي بتطرح نفسها وتخلي أعصابك تتوتر لما تسمعها. لغز السكوت المفاجئ للمبنى. في الهندسة لما مبنى بيجي يقع بسبب حمل زيادة يبدأ يدي إنذارات، شروخ بتوسع، قشر اسمنت بيقع، الأبواب والشبابيك ما تتفتحش وما تتقفلش نتيجة ترحيل الأحمال. التحقيقات سألت الناجين هل حد حس بحاجة؟ الإجابة كانت صدمة، لأ، كله حصل في ثواني. ده بقى معناه إيه؟ معناه من الناحية الجنائية والهندسية إن المبنى كان بيحتضر بقاله شهور، لكن تم ترميم الشروخ ظاهريا عشان الموسم ما يبصش. تم إخفاء الأدلة القاتلة
تحت طبقات من الدهان والجبس عشان العين ما تشوفوش، وده اللي خلى الانهيار يجي صامت وقاتل ومن غير إنذار. تاني حاجة في تفصيلة الممرات الضيقة، ودي الفخ. المبنى كان موجود في منطقة أجياد القديمة، شوارعها عبارة عن أزقة ضيقة جدا ومتلاحمة. التحليل الجنائي للموقع بيقول إن التصميم ده حول المنطقة كأنها أوضة هروب، سكيب روم حقيقية ومقفولة. لما المبنى انهار هو ما قفلش على نفسه بس، ده قفل طرق الإمداد والإنقاذ والآليات التقيلة لرجال الدفاع المدني اللي ما كانتش قادرة تدخل. الساعات الأولى وكانت حرجة، كان ممكن يتم فيها إنقاذ عشرات الأرواح ضاعت لأن المنقذين بيحفروا بإيديهم المجردة بأدوات بدائية جدا وسط ركام وزقاق ضيق يخنق الأنفاس. يعني حتى المكان اللي فيه الفندق ما ساعدش الإنقاذ إنهم ينقذوا الناس. في كمان التحليل النفسي للجاني الخفي. مين الجاني هنا؟ الجاني مش شخص ماسك سلاح، الجاني هو عقلية الجشع الاستثماري. لو حللنا نفسية الشخص اللي قرر يزود أدوار أو يعدل في المبنى من غير ترخيص هندسي، هنلاقي نوع من السيكوباتية النفعية. واحد أعمى تمام عن العواقب اللي ممكن تحصل، بيبص للأوضة مش على إنها مساحة لأمان بني آدم، بيبص على إنها رقم هيدخل محفظته في نهاية الموسم. الشخص ده كان عارف كويس قوي إن المبنى طاقته الاستيعابية انتهت، لكن راهن على الستر. الرهان كان على حساب أرواح البشر دايما اللي بتنتهي بدم ومأساة. المحققين وهم بيفتشوا في ركام عمارة أجياد ما كانوش بيدوروا بس على جثث ولا ناجيين، بيدوروا على السر. ازاي مبنى بالحجم ده يتحول لكوم التراب في لمح البصر؟ ازاي يتحول لميزان موت اللي بيدخله ما يخرجش؟ عشان نفك اللغز ده لازم نحط قدامنا فرضيات التحقيق ونقسم الاحتمالات زي ما الكتاب الجنائي بيقول، عشان نوصل للتركة والتفصيلة اللي ممكن ما يكونش حد قالها. الرواية دي واضحة ومباشرة. في رواية رسمية المبنى طمعوا فيه وزودوا أدوار خرسانية فوق طاقات الأساسات. العمود الخرساني المفروض يشيل مثلا 100 طن، فجأة لقى نفسه شايل 300 طن، وفي لحظة معينة الخرسانة وصلت لمرحلة الإجهاد التام فانهارت. القواعد كلها في نفس الثواني عملت نفس الانهيار. دي فرضية هندسية بحتة ومتثبتة في الأوراق، وده اللي اتقال رسميا واتكتب في التحقيقات. لكن لو فضلنا واقفين عند الفرضية دي بس هنبقى بنقرأ حادثة في جورنال، مش بنحقق في كارثة سينمائية تتوتر لها الأعصاب. تعالوا نروح للفرضية البديلة اللي ممكن تطرح أسئلة مرعبة. فرضية الكتمان، إهمال الصيانة الديناميكية. الفرضية دي ممكن نقول عليها بره الصندوق خالص، بس بتعتمد على التحليل النفسي والجغرافي للمكان. حي أجياد في الثمانينات ما كانش مجرد حي سكني، دي منطقة جبلية صخرية. حركة المعتمرين والحجاج فيها بتعمل حاجة اسمها اهتزازات ديناميكية مستمرة بسبب العدد. آلاف بيمشوا في نفس الوقت وبيعملوا نفس الحركة، فبيهزوا الأرض هزة مستمرة ديناميكية. العربيات بتتحرك في أزقة ضيقة. التحليل الخفي هنا بيقول إن المبنى ما كانش بس تقيل، المبنى كان بيتعرض لهزات أرضية مصغرة يوميا بسبب حركة الزحام اللي حواليه، وخصوصا إنه قرب البيت الحرام. الآلاف بيمشوا في نفس الوقت والعربيات بتتحرك، ده غير عيوب الإنشاء القديمة. الحديد جوه العواميد كان بيصد وبيتاكل في صمت، وهم مداريينه بشوية اسمنت على حبة بوهية. والسبب رطوبة الممرات الضيقة، تسريبات مية مخفية محدش كلف نفسه يصلحها علشان ما يضيعش الموسم عليه. ما لو قعد يصلح ويشوف ايه اللي بايظ وموجود في الفندق كان الموسم هيروح عليه، فهو لصم كل حاجة لغاية ما يخلصوا الموسم وبعدين ربنا يفرجها. وده اللي حصل فعلا. المبنى كان بيموت بالبطء، حرفيا بينهار كل يوم مليمتر لحد ما جت لحظة الصفر ووقعت القشة اللي قطمت ظهر البعير. المتهمين في الموضوع أو اللي في دايرة الاشتباه ممكن نعمل لهم تحليل نفسي وجنائي.
المستثمر أو المالك اللي غش في البنى. إحنا قدام شخصية بتعاني من العمل الأخلاقي المؤقت. الشخص ده مش قاصد يقتل، هو مش مجرد سادي عايز يشوف دم، هو أخطر من كده، شخص مستهتر ومؤامر، والمهم الفلوس. المؤامر الجنائي ده بيقنع نفسه بمسكنات نفسية زي ما المبنى واقف بقاله سنين وما حصلش حاجة، هيجي على الكام يوم بتوع الموسم ده، يلا أهو يعدي الموسم وربنا يسهل. اللعبة النفسية دي بتخليه ينام وضميره مستريح، يداري الشروخ القتلة بشوية اسمنت، شوية دهان رخيص عشان شكل الأوضة يعجب الزبون. الرعب الحقيقي هنا مش في شكل الأنقاض، الرعب إنك ممكن تكون نايم في أوضة وفاكرها أمان، وهي في الحقيقة قبر ومتغطي ببوهية جديدة. الكارثة دي قفلت ملفاتها الرسمية من زمان. الدولة وقتها خدت قرارات حاسمة، وبسرعة الصاروخ تم هدم وإزالة مئات المباني المخالفة والقديمة في مكة، واتمنع خالص إيجار أي مبنى من غير شهادة سلامة إنشائية صارمة من الدفاع المدني. الخطوة دي حمت ملايين الأرواح بعد كده، وبقت نقطة التحول اللي خلت مكة المعمارية هي مكة اللي بنشوفها النهاردة ببروجها وأمانها. لكن السؤال اللي يفضل معلق في الهوا واللي يحبس الأنفاس كل ما نفتكر الحادثة دي، يا ترى الأرواح اللي كانت تحت الأنقاض الساعة 1 الظهر يوم 6 يناير 1986، هل هم حسوا بالخطر قبلها بدقايق؟ هل الجدران همست لهم بالسر المرعب قبل ما يقع؟ أنا بميل لفرضية القاتل الصامت المتربص. المبنى كان بيتكلم ويتشرخ، صوته تاه وسط زحام الشوارع، وجشع البشر اللي رفضوا يسمعوا لحد ما فات الأوان. وكانت النتيجة ميات من الناس ما بين مصاب وما بين قتيل. الكارثة دي مش مجرد قصة من الثمانينات، ده درس مرعب مكتوب بالدم، يفكرنا دايما إن الإهمال مش مجرد غلطة، الإهمال هو وحش عايش وسطنا، ممكن في لحظة يهد السقف فوق رؤوس الأبرياء. ملف فندق أجياد اتقفل في الدفاتر الرسمية من سنين طويلة، المنطقة كلها اتغيرت ومبقاش ليها أثر، لكن الحقيقة اللي بتفضل قطعة في قلبنا وفي نفسنا وبتسيبنا في ذهول هي إن الكارثة دي ما كانتش مجرد قصة رعب من الثمانينات ولا حكاية وهمية، لكن صرخة تحذير بتقول إن أرواح البشر مش رخيصة. الإهمال والجشع هما الوباء الحقيقي اللي ممكن يهد السقف فوق دماغ الأبرياء في أي زمان وأي مكان. رحم الله ضحايا فندق أجياد، وربنا يحفظ كل قاصد لبيته الكريم. لغاية هنا خلص الملف، لكن هم أحياء عند ربهم يرزقون. خلصت الحلقة، نتمنى اشتراكك معنا في القناة، وياريت تفعل الجرس عشان تشوف كل جديد معنا. اسمع ايه اللي حصل، نوعدكم بكل جديد، واللي ما تقلش احنا هنقوله. ياريت تكتب لنا تعليق يشجعنا، وتعمل لايك للفيديو عشان يساعد على انتشاره وغيرك يتفرج عليه. كل عام وانتم بخير، وربنا يحفظ الحجاج في كل زمان وفي كل مكان. أسيبكم في أمان الله. السلام عليكم.